أجر. من أعظم الأعمال الصالحات في هذه الأيام أيضا صيام يوم عرفة لغير الحاج، فالحج فيه مشقة بالغة، وعليه فمن السنة ألا يصوم الحاج على عرفات ليتقوى على أعمال الحج، ليتقوى على الدعاء، ليتقوى على الذكر والاستغفار. أما غير الحاج فيسن في حقه أن يصوم يوم عرفة. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، سئل النبي عن صيام يوم عرفة فقال بأبي وأمي وروحي يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يكفر السنة الماضية والباقية. انظروا إلى هذا الفضل. نعم، المسلم هنا الذي لا يستطيع الحج لم يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفضل الكبير ومن هذا الخير العميم. فكم من الناس في يوم عرفة حين ينظرون إلى حجاج بيت الله الحرام على شاشات الفضائيات يتضرعون إلى رب الأرض والسماوات، كم من إخوة وأخوات لنا في الأمة كلها يبكون بالدمع الغزير المدرار، بل ويود أحدهم أن لو كان مع إخوانه هنالك في هذه الأماكن وفي هذه اللحظات وفي هذه الساعات. فما من يوم كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه جل وعلا لا يدنو كما يليق بكماله وجلاله. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تعطل ولا تجسم ولا تشبه ولا تكيف، فربنا جل وعلا قال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال تعالى أأنتم أعلم أم الله، جل جلال الله، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول أي لملائكته جل وعلا ما أراد هؤلاء، أي ما أراد هؤلاء الذين أتوا ربهم جل وعلا شعثا غبرا من كل فج عميق يسألونه سبحانه وتعالى أن يغفر لهم. والله ثم والله ثم والله يغفر الله لهم، والله يجبرهم ربهم ويغفر لهم ذنوبهم ويستر عليهم عيوبهم. ما دليلك يا أخي على هذا القسم؟ نعم، أنا لا أقول ذلك بغير دليل، أقسم بالله يغفر الله لأهل عرفات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو يعلى وابن المبارك بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في حجته الوحيدة التي تسمى حجة الوداع. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفات أو بعرفات حتى كادت الشمس أن تؤوب، يعني حتى كادت الشمس أن تميل إلى الغروب. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على بلال بن رباح رضي الله عنه وقال يا بلال يا بلال أنصت لي الناس، أنصت لي الناس، يعني أخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم، أنصت لي الناس. فقام بلال رضي الله عنه وقال أيها الناس أنصتوا لرسول الله، فأنصت الناس صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس. اسمع ماذا قال بأبي وأمي وقلبي وروحي، قال معشر الناس، الله أكبر، خذ هذه البشرى، قال معشر الناس أتاني جبريل، أتاني جبريل
فأقرأني السلام من ربي عز وجل، وأخبرني أن الله تعالى غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة؟ يعني هذا الفضل لنا لوجودك بيننا؟ أهذا لنا خاصة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب. الله 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 الله، كثر خير الله وطاب. أبشر أبشر أيها الحاج، بل وكن على يقين بهذا الوعد النبوي الذي وعد به من الرب الكريم الحليم العلي. أخبرني جبريل أن الله تعالى غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات، وما أكثر التبعات، وضمن عنهم التبعات. فقال عمر: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة؟ هذا لأهل الموسم، لأن الله قد شرفنا بوجودك بيننا، أهذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقام عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب. نعم يا أخي، أنت تتعامل مع الملك الكريم جل جلاله. طيب، هذا المسكين الذي يبكي هنا وهو يتابع إخوانه وأخواته على شاشات الفضائيات في عرفات، لم يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ومن الأجر ومن الخير. فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، حين سئل عن صيام يوم عرفة فقال: بأبي وأمي وروحي يكفر السنة الماضية والباقية، أي يكفر ذنوب السنة الماضية، وكذلك يكفر ذنوب السنة الباقية أو ذنوب السنة المقبلة أو القادمة، في روايات ذكرت ذلك. هذا فضل الله على الأمة كلها. فمن لم يقدر الله له أن يكون مع إخوانه في عرفات لم يحرمه ربنا سبحانه وتعالى من هذا الفضل. فاعقد النية الآن على صيام يوم عرفة. هذا يوم هو أشرف أيام العام كله، وهو أعظم أيام العام كله. هو اليوم 9 من ذي الحجة، فهو أشرف أيام العشر، بل أشرف أيام العام. ومن أهل العلم من قال: ليلة القدر خير من ليلة 9 من ذي الحجة، لأن الله خص ليلة القدر في رمضان بهذا الفضل. ليلة القدر خير من 1000 شهر. أما يوم 9 من ذي الحجة فهو أفضل أيام العام كله، بما فيها أيام رمضان. أرجو أن تنتبهوا لهذا، بما فيها أيام رمضان. انظروا أيها الأحبة إلى فضل الله على الأمة الميمونة، وإلى كرامة الله للأمة المرحومة. فمن لم يقدر الله له أن يكون في هذا الموسم حاجا فلم يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفضل وهذا الأجر في صيام يوم عرفات. أما الحاج فلا يسن في حقه أن يصوم هنالك على عرفات هذا اليوم ليتقوى بفطره على الذكر والدعاء والعبادة وعلى أعمال الحج في يوم الحج الأكبر، أي في يوم النحر وأيام التشريق التي تليها. لكن لا حرج لمن أراد من الحجاج أن يصوم في أيام التشريق لأيام أراد أن يصومها إن كان متمتعا، أو إن كان عليه هدي ولم يستطع أن يذبح هذا الهدي هنالك، على تفصيل قد وضحته قبل ذلك. أما يوم العيد فلا يجوز لأحد أن يصومه، سواء كان